ناس كتير بتسألني ايه رأيك في اللي حصل في سوريا. انا عايز اقول للولد اللي اسمه احمد موسى، والواد اسمه ابراهيم عيسى، والواد عمرو اديب اللي هو ملوش علاقه بينا، انتوا مالكم؟ هو في ايه؟ انتوا مالكم؟ بس دي بلدهم. انت مدي حق ان الشرع ده بكره يجي مصر، يجي مصر ازاي انت عندك جيش قوي اصلا؟ لكن انتوا زعلانين على سوريا كنت ساعدتوا بشار، انتوا زعلانين على السودان كنت ساعدتوا البرهان، انتوا زعلانين على حماس وولادنا اللي بيتفرموا وبتولع فيهم زي ما اليهود اتولع فيهم في المانيا. طب ما بتساعدوش حماس ليه؟ والمقاومه هناك. انما في ايه؟ انت مال امك انت وهو؟ انت مال امك انت وهو بجد؟ حاجه سبحان الله. فانا ضد ان الولاد اللي عمالين يهوهوا دول عليهم، انا ضد، هي بلدهم محرين، بس انا ضدك انت كمان علشان عملت محلس لاسرائيل وامريكا بصراحه. وبعدين في حاجه مهمه كمان، هو انتوا بتطلعوا اللي بشار حطوهم في السجون عشان تحطوا اللي كانوا مع بشار في السجون؟ واحنا عملنا ايه؟ يعني انت عايز تملى السجون وخلاص؟ ما هو برضه حاجه مش طبيعيه. ما هو سوريا مش هتقوم كده، افهم، مش هتقوم. السودان برهان، ولادنا يا ابن الكلب يا واطي يا نتنياهو، يا ابن الكلب هتموت قتيل والله. انت بتطلع الستات من المستشفى عريانين والاطفال في التلج ده يا مجرم. ويا أمة الإسلام ويا أمة العرب، خير أمة ربنا، خير أمة. احنا مش شايفين دي بصراحة، احنا شايفين خيبة. فين النخوة؟ فين نخوة العرب والمسلمين؟ فين المسلم مع أخوه المسلم؟ وأنا قلت لكم اديكم مثل مع احترامي للإخوة الأقباط، أصدقاء أعزاء، في لبنان عشان جزء ده قبطي ماكرون اتدخل وده اتدخل وده اتدخل وانسحبت، وربنا ينجي لبنان. هي مش ناقصه. وكل خايف من حته عيل مجرم اسمه نتنياهو، مجرم، وكل خايف من عيل اكثر اجرام اسمه ترامب لسه هيجي. اصل ترامب جاي يا مامي، ترامب جاي، ملعون ابو ترامب لابو امريكا. انتوا ناسيين امريكا في فيتنام لا مؤاخذه اتفشخت، وفي افغانستان وفي العراق. مين امريكا؟ دي دولة ظالمة بقى 300 سنة. إنما بصراحة أنا لا شفت كده في حياتي.